في قاعدة بتقول إن أصعب خطوة مش البداية، أصعب خطوة هي نص الطريق. ما تبقى في نص البحر، لا أنت شايف الشط اللي بدأت منه ولا شايف البر اللي أنت رايح له، تبدأ تغرق في موجة اسمها اليأس. ففي فيديو النهاردة هنعرف ازاي نعدي من الموجة دي من غير ما نغرق فيها. هاي، ازيكم؟ عامل ايه؟ انا حلا اللي معرفنيش. وفي فيديو النهارده انا مش جايه اكلمكم بقى عن النجاح وانتوا ازاي مش بتستمروا وانتوا ازاي ما وصلتوش لحد دلوقتي. انا مش جايه اقول لكم كده خالص، الكلام بقى محفوظ اصلا. جايه اكلمكم عن زهق وقرف نص الطريق، عن اللحظه اللي بتبقى عايز تلمي فيها كل حاجه وتمشي. فكملوا الفيديو للاخر عشان هقول لكم بالظبط نعمل ايه ونفهم ده ليه بيحصل كده ونتخطى ازاي الموضوع ده. بصوا، انا مش جايه انظر عليكم وان انا شخصيا عديت بده من فتره قريبه جدا. الاسبوعين اللي فاتوا دول حرفيا كنت في مرحله جامده جدا من اليأس. يعني ابسط مثال موضوع اليوتيوب ده، انا مثلا عملت كذا فيديو، فالطبيعي في اليوتيوب ان النتائج بتبقى بطيئه شويه. ففجاه جالي شعور اللي هو انا بضيع وقتي، هو انا بعمل ايه، هو انا بدات ليه، الكلام ده كله. ف سبت كل حاجة حرفيا في حياتي لمدة اسبوعين. انا كنت يائسة من كله، حرفيا سبت كل حاجة لمدة اسبوعين. القناة بقى، الانجليش بتاعي كنت بحاول ان انا اطوره اكتر، ركنته. كنت بحاول ان انا اطور لغة تانية، ركنتها. الرياضة ركنتها. حرفيا ركنت كل حاجة اسبوعين، ما كنتش بعمل اي حاجة ولا حتى بخرج. كل اللي انا بعمله افضل ماسكه الموبايل بس، من غير اي هدف، من غير اي حاجة. بس اكتشفت ان انا كنت محتاجة الاسبوعين دول عشان افوق لنفسي واعرف انا بدأت ليه اصلا. وبعدين قدامكم رجعت تاني. فلو انت وقعت يوم، اسبوع، شهر، او حتى سنة، عادي. مش معناه انك فشلت، معناه انك بني ادم. بس اللي مش طبيعي ان احنا نستسلم لده. طب احنا ليه اصلا بنحس باليأس في نص الطريق؟ اشمعنى نص الطريق بالذات يعني؟ في حاجة في علم النفس بتقول ان البدايات دايما لها سحرها. هرمونات السعادة عندنا في اي حاجة بنبدأها بتبقى عالية، عالية جدا. لكن بعد ما تعدي فترة والسحر ده يبدأ يروح، تحس بحاجات انت ما كنتش حاسسها، زي انك بتتصدم بقى بالواقع. نتكلم مثلا عن حد بيتعلم لغة. واحد مثلا بيتعلم لغة، نقول انجلش، فيبقى متخيل انه في خلال شهر هيبقى بيتكلم انجلش ده الاجانب. مع ان في الواقع انت مش هتقعد اقل من 3 ل6 شهور لسنة بتمارس اللغة. وكمان المدة بتعتمد على حسب ادراكك للغة، لكن اقل حاجة 3 شهور. فلما الواقع يمشي ببطء، عقلك بيعمل ايرور، المجهود مش على قد النتيجة. يعني انت مثلا لو بدأت كورس جديد، فبتبقى فرحان بقى في الاول بالكام كلمة اللي اتعلمتهم وتحس ان انا مستواي بيتطور بسرعة. لكن مجرد ما ندخل في قلب اللغة بقى وكلكعة اللغة والجرامر والكلام ده، تبقى في مرحلة ثبات. اقعد فترة نفس المستوى لحد ما يحصل لي طفرة، لحد مستوى يتحسن. لكن عقلنا بطبيعته بيبقى عايز نتيجة فورية حالا. لو الحاجة ما حصلتش حالا وما وصلتش حالا، ابدا اخلع من الحاجه اللي انا بداتها بقى. واللي فات ده كان اول سبب لليأس في نص الطريق. تاني سبب بقى هو انك بتفقد انبهارك بالحاجه اللي انت كنت بادئها في الاول. كنت مندهش كده باول حاجه انا لسه بادئها ومبسوط بيها، لكن فجاه بقت روتين. بقت روتين عادي، ما عادش حاجه انبهر بيها زي الاول. بقت روتين بالنسبه لي، وعقلنا ما بيحبش الروتين، والروتين عدو الشغف كمان. نقول مثلا حد لسه بادئ شغل جديد، فعارفين انتوا حماس البدايات بقى، تبقى رايح تحس ان انا رايحه اغير العالم كله. فاما يعدي مثلا نقول 6 شهور، تلاقي الموضوع بقى روتين، ما عادش حاجه مبسوط بيها زي الاول. روتين بقى، والضغط الشغل ومدير فوق دماغي وزهق بقى وجع دماغ. فتبدا تحس بقى ان انا في المكان الغلط، ده مش مكاني. مع ان في الحقيقه ده مش صح، ممكن يكون ده مكانك عادي، لكن خبرتك لسه بتتبنى واحده واحده بالشغل ده. تعالى اقول لكم تالت سبب، ودي حاجه قلتها في كذا فيديو قبل كده، هو انك بتقارن نص الطريق بين هاي طريق ناس تانية. يعني بنقعد نبص للناس وصلت لايه وننسى ان هم قعدوا سنين في الحته الضلمه اللي احنا فيها دلوقتي. طب احنا هنفضل لحد امتى كده؟ هنفضل لحد امتى بنبدا كويس قوي بس؟ هنفضل لحد امتى بنبدا كل حاجه ومش بنخلص ولا حاجه؟ فانا جاي اقول لكم حل من وجهه نظري عملته وبحاول اعمله، فاسمعوا كويس قوي اللي انا هقوله ده. اول حاجه، لما تحس انك بدات تيأس، مش هقولك استمر رغم ده، ودي اكتر فتره لازم تستمر فيها وانت ازاي ما تستمرش، مش هقول كده خالص. خد هدنه، خد هدنه يوم، يومين، اسبوع، ومش اكتر من كده، عشان اكتر من كده كده غلط. انا معترفه ان كده غلط. مش اكتر من اسبوع، اخرك اسبوع.
خد الهدنه دي، افصل خالص من غير اي جلد ذات، من غير ما تحس بالتقصير، من غير ما تلوم نفسك، وبعدها قرر ايه اللي هيفيدني وايه اللي مش هيفيدني. واعتقد ان احنا واعيين قوي ايه اللي هيفيدنا وايه اللي لا، لكن احنا ما بنعملش. احنا عارفين كويس قوي ايه اللي هيفيدنا وايه اللي هيخلينا احسن وايه اللي هيخلينا ننجح، لكن احنا ما بنعملش حاجه عشانها. ففكر كويس قوي انت عايز ايه ومش عايز ايه. 2، ودي حاجه بجد مهمه جدا جدا، وهي انك تجزأ الهدف. بلاش تبص لقمة الجبل مرة واحدة، بص الخطوة اللي انت فيها دلوقتي والخطوة اللي بعدها. هديكوا مثل اليوتيوب، قناة اليوتيوب دي، انا مثلا حلمي ان انا اوصل اول 100,000 سبسكرايبر، تمام؟ فمش هفضل بس عليهم، اركنهم على جنب، مش ده هدفك الكبير، اركنه على جنب خالص. انا دلوقتي بقى خلاص هدفي دلوقتي ان انا اوصل اول 100، اول 200، اول 250. اول ما اوصل لهم اعتبر ده نجاح بالنسبه لي واعتبر ده انجاز. وامشي كده بقى في كل مجالات حياتك. انا بديكم مثلا باليوتيوب ان هو قدام عينيكم اهو. امشوا كده في كل حاجه في حياتكم، حطوا هدف صغير وصلت له، حطوا هدف صغير وصلت له، حطوا هدف صغير، امشوا كده بقى. وفجاه هتلاقوا الاهداف الصغيره اللي عاملين توصلوا لها دي اتراكمت فوق بعض وبقت الهدف الكبير. يعني الهدف الكبير اللي انت كنت شايف ان انت مش هتوصل له هو اللي هيجيلك لحد عندك، بالاهداف الصغيره اللي انت بتعملها كل يوم والحاجات الصغيره اللي احنا بنعملها كل يوم. 3، خلي دايما في دماغك جملة النفس الطويل بيكسب الموهبة. النجاح مش للأشطر، النجاح للي ما بيزهقش. فقبل ما اقفل الفيديو عايزه اقول لكم كام نصيحه كده، خليهم دايما في ودانكم، ما تنسوهمش او اكتبوهم عشان بجد لازم الكلام ده تفضلوا فاكرينه دايما. خليكوا دايما فاكرين ان النجاح مش للي بيبدأ بحماس، ان الحماس ده عدو النجاح. اللي بيعتمد على الحماس مشكلة، ما تعتمدش على الحماس ابدا. النجاح دايما للي بيكمل رغم الزهق والقرف اللي بيبقى عايشه. ان يا جماعه النجاح ده مش حاجه محمسه، حاجه ممله، لازم تعدي الطريق طويل جدا ممل ومتعب عشان خاطر توصل للنجاح. لكن لو وصلت هتنسى كل حاجه رخمه انت عشتها، كل حاجه، كل تعب، كل زهق، هتنسى كل ده. حرفيا فرحه الوصول هتنسيك كل حاجه. لو وقفت دلوقتي الحاجه اللي انت ماشي فيها هتفضل طول عمرك تسأل نفسك كان هيحصل ايه لو كنت استمريت، لو كنت كملت. صدقوني وجع الاستمرار احسن بكتير من وجع الندم. 3، ما تخليش ابدا نص الطريق يبقى دايما هو النهاية. انا رجعت لنفسي بعد اسبوعين وده مدة طويلة، ما تعملوش كده. انتوا تقدروا ترجعوا لنفسكم النهاردة وترجعوا تفوقوا لنفسكم تاني. ففي النهاية اليأس ده حاجة طبيعية جدا وده ضريبة النجاح، بس اللي مش عادي انك تفضل قاعد في اليأس، عشان مفيش حد بيوصل لقمة جبل من غير ما رجله توجعه في النص ويفكر ينزل. بس دورك انت هنا انك تاخد راحة في النص اللي انت فيه ده، بعدها ترجع تكمل لحد ما توصل لقمة الجبل. فانتوا كمان تقدروا ترجعوا لنفسكوا هدفكوا والحاجة اللي انتوا كنتوا ماشيين فيها. فمحتاجين بس يا جماعة نرجع لنفسنا وتقعدوا كده مع نفسكم وتفكروا بهدوء، تفكروا انا عايزه ايه ومش عايزه ايه، طب انا بدأت ليه اصلا، عشان نوصل يا جماعه للنسخه اللي نفسنا، احسن نسخه من نفسنا والشخصيه والحياه اللي نفسنا نبقاها ونعيش فيها. فمحتاجين ان احنا ندوس على نفسنا سنه كمان، وان شاء الله هنوصل كلنا وننجح كلنا. وبس كده. لو حسيتوا الفيديو ده لمس حاجه فيكم كده او اثر فيكم لو بنسبه 1% حتى، قولولي عشان الكلام ده بيفرحني. لو حابين تشاركوني حاجه مثلا يئستوا في نصها وناويين ترجعوا، لا ماني شاركتكم يعني الحاجه اللي انا يئست في نصها، كل حاجه حرفيا يئست في نصها شاركتكم بيها. لو حابين تشاركوني انتوا كمان ونحاول مثلا نلاقي حل مع بعض او نشجع بعض كده، قشطه مفيش مشكله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل دي عشان خاطر توصل لكم الفيديوهات الجديده. ان شاء الله عامله لكم فيديوهات جديده حلوه جدا، وتعملوا لك الفيديو عشان تشجعوني. بس كده، بحبكم، باي باي.